السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا وبناتنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الإعدادي، ازيكم؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وربنا يكرمكم ويوفقكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله النهاردة هنحل كده أهم 60 جملة من كتاب الطالب والتقييمات اللي موجودة في كتاب المعاصر المراجعة النهائية. طبعا ده السؤال الأول في ورقة الامتحان بعد التعديلات. السؤال الأول كده بيقول his purpose is to be a pilot. purpose دي كده معناها الغرض، غرضه إن هو يكون pilot بمعنى طيار. The word purpose means، فكلمة purpose هنا غرض معناها ايه؟ جول، هدف، joke نكتة، identity هوية، meal وجبة. تقول له والله كده انا اكيد هستبعد meal وهستبعد identity الهوية وجوك نكتة، فاكيد الغرض بتاعه ان هو يكون طيار، يعني الهدف بتاعه ان هو يكون طيار، يبقى الاجابة A. They gave here a thumbs up. هم ادوها thumbs up بمعنى صابع الابهام، انك ترفع صابع الابهام. This means they. طب معنى كده يعني لما حد يقول حاجة وانت موافق فانت بترفع صباعك، يبقى معنى كده ان انت they refused بمعنى يرفض، اكيد غلط. disagree طبعا برضو بمعنى يرفض، غلط. die يموت، غلط. agree يوافق، يبقى هي الاجابة الصحيحة. 3. I have 5 siblings. أنا عندي 5 siblings اللي هما معناهم إخوة وأخوات. The word siblings means، يبقى كلمة siblings دي بتعني sisters and brother، طبعا أخوات وإخوة، إجابة صحيحة. Friends أصدقاء، غلط. Neighbors معناها جيران، وطبعا إجابة خاطئة. Enemies معناها أعداء، برضو إجابة خاطئة. When he nodded we know that he space. لما طبعا كلمة نود دي كده معناها يومئ رأسه بالقبول، يعني انت بتقول لواحد على حاجة وهو بيهز رأسه كده لتحت، يبقى معنى كده ان هو موافق. We know that he، يبقى احنا عرفنا ان هو refuse يرفض، disagree يرفض، fail بمعنى يرسب او يفشل في امتحان، غلط. agree يوافق، طبعا اجابة صحيحة. Their health has improved lately. health معناها الصحة، improve بمعنى يتحسن، يبقى الصحة بتاعتهم اتحسنت lately بمعنى مؤخرا أو حديثا. The word lately، كلمة lately هنا بتعني ايه؟ recently مؤخرا أو حديثا، إجابة صحيحة. ago طبعا غلط، yet غلط، و late غلط. طبعا كلمة lately وكلمة recently الاتنين معناهم مؤخرا أو حديثا، ودول كده من الكلمات الدالة على زمن دايما ال present perfect المضارع التام اللي هو بيكون فيه has أو have، والبي بي التصريف رقم 3. ago دي بنستخدمها في نهاية الجملة في زمن ال past simple اللي هو الماضي البسيط. yet بنستخدمها في نهاية النيجاتيف بتاع ال present perfect ونهاية السؤال، معناها حتى الآن. late طبعا دي معناها متأخر أو يأتي أو بشكل متأخر. 6. AI. AI ده طبعا اللي هو ال Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي، has a lot of benefits. ليه العديد من benefits؟ معناها فوائد. that help us بتساعدنا. كلمة benefits بقى here is like، يبقى فوائد دي بتعني ايه؟ disadvantages اللي هي معناها عيوب، أكيد إجابة خاطئة. cons معناها عيوب، برضو إجابة خاطئة. advantages مميزات، مميزات زي كلمة فوائد، يبقى معنى كده ان دي اجابة صحيحة. demerits معناها عيوب، يبقى اجابة خطأ. يبقى انت عندك بقى disadvantages عيوب بتساوي كلمة cons عيوب بتساوي demerits عيوب. 7. The bond between brothers make them strong. bond معناها العلاقة، العلاقة ما بين brothers الإخوة make them strong بتخليهم أقوياء. ف the word bond means، كلمة bond هنا علاقة دي means بتعني ايه؟ argument معناها جدال، غلط. connection معناها علاقة، ارتباط، فإجابة صحيحة. discussion معناها مناقشة، إجابة خاطئة. message طبعا بمعنى رسالة، فإجابة خاطئة. يبقى bond بمعنى connection علاقة أو صلة. 8. if you speak a space you will tell the truth about how you feel. لو انت اتكلمت ايه you tell the truth بمعنى بتقول الحقيقة عن انت بتشعر بايه، يبقى انت كده هتتكلم بايه؟ honestly بأمانة، إجابة صحيحة، عشان انت تتكلم بأمانة يبقى انت هتقول الصح. quietly بهدوء، غلط. differently بشكل مختلف، غلط. awkwardly طبعا بشكل غريب، فإجابة خاطئة. يبقى لما تتكلم honestly بأمانة يبقى أنت tell the truth بتقول الحقيقة. 9. he tried to solve the problem. هو حاول، solve معناها يحل،
طبعا problem دي كده اللي هي المشكلة. solve here means he tried to find a solve يحل، بتعني ان هو حاول ان هو يجد ايه. solution حل، وطبعا اجابة صحيحة علشان solve ده الverb يحل، انما solution ده النون الاسم معناها حل. mistake خطأ، trouble مشكلة، loss فقدان غلط. يبقى هو حاول يحل المشكلة، يبقى كلمة solve دي بتعني ان هو حاول ان هو يجد، يبقى اكيد يجد حل. 10 these stories are space. stories معناها قصص، القصص دي تكون مالها they are related to history. related معناها مرتبط ب history اللي هو التاريخ، يبقى القصص دي مالها funny مضحكة غلط، silly بمعنى سخيف غلط، historical تاريخية إجابة صحيحة، lazy كسول إجابة خاطئة. 11 the new phone is very space since it can connect to the internet, take photos and translate languages. التليفون الجديد يكون ايه؟ since منذ او علشان هو can connect بيقدر يتصل بالانترنت، take photos يلتقط صور and translate languages وكمان يترجم لغات. يبقى التليفون ده هيكون ايه؟ old قديم غلط، سمارت تليفون ذكي يعني إجابة صحيحة، يعني بيتصل بالإنترنت وبيترجم في العديد من التطبيقات الكتير. يوزلس طبعا يوسفول مفيد، يوزلس العكس بتاعها ضار أو غير مفيد. بروكن مكسور إجابة خاطئة. He is greedy، طبعا greedy دي كده معناها طماع أو جشع، هو طماع and space وايه كمان he thinks only about his benefit، بيفكر بس عن benefit، احنا لسه قايلين benefit بمعنى فائدة مصلحة، وبيفكر بس في مصلحته هو، الفائدة بتاعته هو بس. يبقى هو طماع وايه تاني smart ذكي غلط، helpful متعاون غلط، selfish أناني. ليه بقى selfish؟ عشان بيفكر بس في his benefit لمصلحته هو بس، يبقى ده شخص كده أناني. active نشيط إجابة خاطئة. فطبعا دايما نلاحظ كده يا شباب كده ان دايما في كلمة في السؤال هي اللي من خلالها بنقدر ان احنا نجاوب على السؤال. 13 The film made everyone cry، الفيلم خلى كل الناس cry تبكي because it showed strong عشان هو بيظهر ايه قوي بقى. houses منازل قوية غلط، cars سيارات غلط، emotions طبعا معناها مشاعر فأكيد إجابة صحيحة. يبقى معنى كده في مشاعر بقى، حزن، مشاعر بتخلي الواحد يتأثر وهكذا. trees أشجار إجابة خاطئة. We live in a أو an space world where technology develops quickly and changes our daily lives. احنا بنعيش في world معناها عالم ايه، حيثما التكنولوجيا develops بمعنى تتطور، التكنولوجيا بتتطور بسرعة جدا and it changes our daily lives وبتغير حياتنا اليومية. يبقى العالم ده مودرن حديث، lazy كسول، weak ضعيف، old قديم، فأكيد ده عالم مودرن بمعنى حديث. creative people، creative دي كده معناها مبدع، الناس المبدعة كان تقدر ايه بقى amazing ideas أفكار رائعة from simple materials من مواد بسيطة جدا like paper ورق wood خشب or plastic والبلاستيك. يبقى الناس الأذكياء بقى تقدر تعمل ايه بقى أفكار رائعة. create أكيد طبعا create بمعنى يعني تخلق، يبقى يفكر في أفكار رائعة. break يكسر، waste يسرف أو يبدد يضيع، forget ينسى، طبعا كل دي إجابات خاطئة. The hotel looks very، الفندق شكله إيه with its modern design، design بمعنى تصميم حديث. large garden الحديقة الكبيرة and the bright colors والألوان الزاهية. يبقى معنى كده الفندق ده شكله إيه ugly قبيح غلط، dirty قذر غلط، boring ممل غلط، attractive طبعا attractive معناها جميل جذاب جدا بسبب التصميم الحديث بقى والحديقة الكبيرة وكمان الألوان الرائعة. climbing the high mountain، climbing معناها التسلق، high mountain الجبل العالي was a big ده كان ايه كبير جدا but the team finally succeeded together، ولكن الفريق succeed بمعنى ينجح، نجحوا في الآخر خالص. يبقى تسلق الجبل العالي ده كان ايه جيم مباراة يعني كبيرة، holiday اجازة،
challenge تحدي، وطبعا إجابة صحيحة، يبقى ده كان تحدي كبير جدا، ولكن هما في الآخر نجحوا مع بعض. mistake خطأ، فإجابة خاطئة. before the interview قبل الانترفيو المقابلة he was very هو كان إيه؟ because he was worried علشان هو كان worried بمعنى قلق about the difficult questions عن الأسئلة difficult طبعا اللي هي صعبة. يبقى هو كان ايه؟ nervous بمعنى عصبي، الآن متوتر، وطبعا إجابة صحيحة عشان بيقول لك كان في worried الآن، يبقى أنا عايز حاجة بتسويها متوتر. calm هادئ، cheerful مبتهج فرحان يعني، إجابة خاطئة. strong قوي، يبقى في هنا worried وفي difficult questions، يبقى هو كان nervous الآن متوتر، وهكذا. 19 there are attractive buildings. attractive بمعنى جذاب جميل، يوجد مباني جذابة وجميلة and lots of gardens والكثير من gardens اللي هي الحدائق. فكلمة attractive جذاب means بتعني ايه؟ ugly قبيح غلط، beautiful جميل طبعا إجابة صحيحة، dirty قذر أو متسخ، noisy مزعج، إجابة خاطئة. a truly space student طالب ايه؟ can think of new ideas يقدر يفكر في أفكار جديدة and solve problems وكمان solve يحل مشكلات in unique ways. unique بمعنى فريد مميز، ways بطرق فريدة ومميزة. يبقى الطالب ده هيكون ايه؟ creative مبدع طبعا إجابة صحيحة، lazy كسول غلط، boring ممل غلط، weak ضعيف برضو إجابة خاطئة. المجموعة الثانية definitions. طبعا definitions كده اللي هي معناها التعريفات. السؤال الأول نقط means interested in discovering new things. interested in معناها مهتم ب، discovering بمعنى اكتشاف، مهتم باكتشاف new things حاجات جديدة، يبقى ده هيكون lazy كسول، valuable بمعنى قيم غلط، curious طبعا بمعنى شغوف، واحد شغوف يعني فضولي عايز يعرف معلومات أكتر، يبقى إجابة صحيحة. useful مفيد طبعا إجابة خاطئة، يبقى واحد مهتم باكتشاف حاجات جديدة، معرفة حاجات جديدة، يبقى ده شخص curious. The strong connection between people is a طبعا connection لسه قايلينها هناك علاقة، العلاقة القوية ما بين الناس دي اسمها ايه؟ bond علاقة، رابط، إجابة صحيحة. band معناها فرقة موسيقية، فإجابة خاطئة. بون بمعنى عظمة، العظم اللي موجود في جسم الإنسان. بيك طبعا بمعنى منقار، فطبعا كل دي إجابات خاطئة. 3 A space is a machine that can move and do tasks. ماشين آلة تقدر تتحرك وكمان do tasks تقوم باللي هي المهام. human إنسان غلط. روبوت طبعا اللي هو الإنسان الآلي، إجابة صحيحة عشان الإنسان الآلي ده عبارة عن آلة. بروجرام برنامج. ليميت بمعنى حد، فإجابة خاطئة. بروجرام برنامج خطأ. واحد يقول طب ما مستر ما البرنامج ده بيقوم بتاسكس بمهام، بس ده مش ماشين. البرنامج ده ممكن مثلا يكون ابلكيشن، ممكن يكون تطبيق، حاجة مثلا انت بتنزلها، انما ماشين آلة يبقى معنى كده حاجة بتتحرك مثلا، يبقى إنسان آلي. 4 التاسك. تاسك لسه قايلين معناها مهمة or situation that tests someone's abilities is a. في تاسك في مهمة أو موقف tests بيختبر someone's abilities معناها قدرات، بيختبر قدرات شخص، يبقى ده هيكون ايه؟ solution حل، feeling مشاعر، challenge تحدي طبعا إجابة صحيحة، design تصميم إجابة خاطئة. يبقى في مهمة في موقف ده كده بيختبر القدرات بتاعتك، يبقى ده كده حاجة فيها تحدي بالنسبة لك. السؤال بعد كده رقم 5 The main problem in a story is called. طبعا main دي معناها أساسي، problem مشكلة، المشكلة الأساسية في أي قصة is called اسمها إيه؟ setting ده بنقصد بالtime and place يعني الوقت والمكان اللي حاجة بتحصل فيه. conflict معناها صراع. resolution معناها قرار. character معناها شخصية. فتقول لي والله كده يا مستر تلقائي هنا المشكلة الأساسية بتحصل في قصة، في مشكلة يعني يبقى في conflict، في صراع ما بين مثلا
الابطال بتاع القصة، او مثلا البطل اللي هو دايما بيسعى الجانب الكويس، والبطل اللي هو اللي بيسعى الجانب الشرير. رقم 6. Space means learning more about who you are. طبعا means بتعني انك بتتعلم اكتر على who you are، انت مين. يبقى تلقائي curiosity معناها شغف. عندنا self discovery اكتشاف الذات. resilience معناها مرونة. popularity معناها شهرة او شعبية. فتقول هنا كده learning تعلم اكتر عن انت مين. يبقى معنى كده انت عايز تعرف ايه؟ self discovery اللي هو اكتشاف الذات. انت عايز تعرف مثلا انت كويس في ايه ومش كويس في ايه وهكذا، يبقى رقم بي. طيب خلي بالك عشان curiosity معناها شغف، فضول، حب استطلاع. بس حب استطلاع عن ايه؟ مثلا اي حاجة تانية، عايز تعرف اي معلومات عن اي حاجة. انما انت عايز تعرف اكتر عن نفسك، يبقى انت تكتشف نفسك. 7. To space means to keep things equal or in the right amount. بتعني keep things equal بتخلي الأشياء equal بمعنى يعني متساوية متكافئة، or in the right amount أو في يعني الإيه الكمية الصحيحة. يبقى أنت كده هتعمل إيه؟ imagine يتخيل، limit يعمل حد، balance يكون في توازن. طبعا balance توازن، يبقى في equal على طول، حاجة equal مع حاجة. make طبعا بمعنى يجعل، فدي إجابة خاطئة. 8. Space means the ability to make new ideas. بتعني ability معناها القدرة على ان انت make new ideas تعمل افكار جديدة. يبقى انت كده في الحالة دي كده creativity معناها ابداع. stylish معناها كده يعني على الموضة. عندك كلمة comfort معناها راحة. عندك كلمة surprise بمعنى مفاجأة. يبقى تلقائي انت بتعمل افكار جديدة، يبقى معنى كده انت عندك قدرة على الكرياتيفيتي او الابداع. 9. Space means the ability to understand and share someone else's feelings. ability القدرة ان انت understand تفهم and share بمعنى تشارك المشاعر بتاعت واحد تاني. يبقى انت كده creation معناها خلق. empathy معناها يعني في تعاطف، في شفقة. hesitation معناها تردد. determination معناها عزيمة. فتقولي كده والله ده أنا كده بشارك يعني وأقدر أفهم مشاعر الآخرين، يبقى معنى كده أنا في عندنا empathy بمعنى تعاطف، شفقة مع الآخرين. 10. Space means guiding people, solving problems and working for the common goal. بتعني guiding people إنك بترشد الناس، solving problems بتحل مشاكل، and working for بتعمل the common goal الصالح العام. leadership قيادة. shopping تسوق. sleeping النوم. playing اللعب. يبقى أكيد leadership معناها القيادة، أنت بتقود الناس، يبقى أنت guide people بترشد الناس وهكذا. عندنا بعد كده السينونيمز. طبعا synonym ده معناها مرادف الكلمة، وانتونيم معناها عكس الكلمة. fix and repair are. fix معناها يصلح وrepair يصلح، يبقى كده الاتنين nouns أسماء. لا غلط، دول الاتنين verbs أفعال. opposite بمعنى عكس بعض. لا. antonyms عكس antonyms زي opposite، يبقى الاتنين يطيروا بعض. synonyms معناها مرادف، وطبعا دي الإجابة الصحيحة. The word advanced and space have the same meaning. advanced دي معناها متقدم متطور، وإيه تاني ليهم نفس المعنى، يبقى أنا عايز حاجة بتساويها. basic معناها أساسي. عندك simple معناها طبعا بسيط. modern حديث. old قديم. فتقول لي advanced دي معناها متطور متقدم، يبقى حاجة modern حديثة. The word space is the antonym of stressed. antonym معناها عكس. stressed معناها مضغوط متوتر، يبقى عكسها ايه؟ worried قلقان، ده المرادف. anxious معناها قلقان، يبقى ده برضو غلط. nervous ده برضو غلط، يبقى relaxed. يبقى relaxed معناها بقى مسترخي، عكسها stressed مضغوط أو متوتر. 4. old fashioned and traditional are. old fashioned معناها موضة قديمة. traditional معناها تقليدي، يبقى موضة قديمة وحاجة تقليدية، يبقى الاتنين كده synonyms معنى أكيد الاتنين حاجة موضة قديمة وحاجة تقليدية. antonym عكس بعض غلط. opposite عكس بعض غلط. nouns أسماء، لا دول adjectives صفات.
5 the word solution is the antonym of solution معناها حل، يبقى عكس حل يبقى answer إجابة، ده غلط، ده ممكن السينونيم بتاعها. problem مشكلة، عندك result النتيجة، k معناها مفتاح، k ده معناها مفتاح لحل حاجة يبقى ممكن الحل، result النتيجة فطبعا دي برضو مستبعدة، problem معناها مشكلة، في مشكلة يبقى في حل حاجة، يبقى الاتنين كده عكس بعض. Number 6 نادر is very outgoing and loves meeting new people. نادر يكون outgoing ده شخص معناه اجتماعي وكمان بيحب يقابل ناس جديدة، يبقى outgoing is a synonym for، يبقى مرادف ليه. introvert ولا extrovert ولا outstanding ولا shy؟ خلينا بقى نترجمهم واحدة واحدة. shy دي كده معناها خجول فأكيد دي غلط. outstanding معناها بارز هام فبرضه غلط. extrovert كده معناها شخص اجتماعي. introvert معناها شخص انطوائي. يبقى معنى كده انا محتاج outgoing معناها اجتماعي، محتاج مرادف ليها يبقى extrovert اللي طبعا معناها اجتماعي، انما introvert ده كده معناها شخص انطوائي فدي كده غلط. abnormal is the antonym of abnormal يعني حاجة غير طبيعية، يبقى عكسها unusual حاجة غير طبيعية ده المرادف. strange غريب برضو ده المرادف. odd برضو غريب ده المرادف. normal معناها حاجة طبيعية يبقى عكسها حاجة مش طبيعية. The antonym of the word interesting. interesting شيق يبقى أنا عايز عكسها. enjoyable ممتع لا ده السينونيم. boring ممل طبعا حاجة شيقة يبقى عكسها حاجة مملة. exciting مثير ده السينونيم. wonderful رائع فده برضو غلط. mad معناها مجنون. gives the same meaning as bad سيء، good جيد، creative مبدع، crazy مجنون، يبقى mad و crazy الاتنين زي بعض. not is the opposite of fair. fair دي معناها عادل يبقى أنا عايز عكسها. impatient معناها غير صبور. irregular معناها غير منتظم طبعا الاتنين غلط. unfair غير عادل. dishonest معناها غير أمين يبقى honest عكسها dishonest. fair عكسها unfair. الsuffixes والprefixes طبعا suffix دي كده معناها لاحقة، يعني ايه؟ يعني مجموعة من الحروف بتجي في نهاية الكلمة علشان بقى تغيرها، مثلا تخليها verb فعل، تخليها noun اسم وهكذا. prefix معناها سابقة يعني بحطها في بداية الكلمة عشان تدينا مثلا العكس. we add the suffix عايزين بقى نحط في النهاية to get the noun from the adjective kind. kind دي adjective دي صفة معناها طيب عطوف، فأنا محتاج النون بتاعها، النون بتاعها العطف يبقى kindness يبقى أنا محتاج ness. The suffix space changes the noun health into an adjective. health معناها صحة وده كده النون الاسم، طبعا عايز أحولها الادجective صحي اللي هي الصفة صحي يبقى healthy، فأنا كده بنحط فيها y بس. The prefix re طبعا prefix دي ال re نحطها في بداية الكلمة in the word retell means to do something. re معناها انك بتعمل حاجة again مرة تانية يبقى tell معناها يخبر، retell معناها انك تخبره مرة تانية يبقى again. The prefix proto in prototype means طبعا prototype دي معناها نموذج أولي، يبقى معنى كده كلمة بروتو دي معناها ايه؟ first أولي طبعا إجابة صحيحة. final آخر غلط. again مرة تانية opposite عكس يبقى بروتو معناها first. The prefix miss in misunderstanding means misunderstanding معناها سوء الفهم. understanding الفهم يبقى misunderstanding سوء فهم، يبقى معنى كده انك بتعمل ايه؟ بتدي عكس الكلمة انك بتفهم بشكل خاطئ، يبقى بتفهم again مرة تانية wrongly بتفهم بشكل خاطئ يبقى دي إجابة صحيحة. We add the prefix space to give the opposite of able طبعا قادر يبقى أنا عايز عكسها معاق اللي هي disabled. We add the prefix space to give the opposite of patient. patient صبور طبعا عايزين نقول غير صبور فالعكس بتاعها impatient.
طبعا الحاجات دي بتتحفظ زي ما هي، ما لهاش حاجة محددة. Students are excited space to hear about the Grand Egyptian Museum. الطلاب كانوا ايه؟ ان هم لما سمعوا عن the Grand Egyptian Museum المتحف المصري الكبير. فهنا the students were، انا عايز بقى الطلاب كانوا متحمسين، يبقى excited متحمس. excitement ده الاسم معناها إثارة، متعة، فأنا أقول لك مش الطلاب يكونوا إثارة ولكن الطلاب يكونوا متحمسين. يبقى أنا محتاج الادجكتيف الصفة نفسها اللي هي excited. طبعا exciting دي كده معناها مثير، الطلبة مش هيكونوا مثير ولكن لا مش مثير ولكن يعني مستثارين متحمسين. We add the suffix space to make the adjective from understand. understand دي يفهم، ده الفعل نفسه. طب أنا عايز أجيب بقى الادجective الصفة، يبقى understanding، وطبعا اللي هي معناها الفهم. understanded طبعا ده غلط خالص. understandful و understandness. طبعا understanding ده كده معناها ايه بقى؟ يعني واحد متفاهم، وفي نفس الوقت understanding معناها الفهم برضو، يبقى تستخدم كاسم معناها الفهم، وعكسها misunderstanding سوء فهم، وفي نفس الوقت understanding معناها شخص متفاهم، فدي كده الصفة. رقم 10 to turn the adjective critical into an adverb we add the suffix. critical دي adjective دي صفة، دايما لما نحب نجيب الحال دايما بنحط ly. يبقى الحال هنا بتاعنا اللي هو critically يبقى احط ly. ينفع احط ly بس دايما لو الادجكتيف بتاعتي كان اخرها y فبنقلب الواي الى I وبعد كده بنحط ly. زي مثلا كلمة happy يبقى happily، حذفنا الواي وحطينا مكانها ly. الكولوكيشنز، طبعا كولوكيشنز اللي هي معناها يعني تركيبات معينة، مثلا اسم ده بياخد فعل معين وهكذا. When you space mentally you can make wise decisions. عندما تكون ايه mentally معناها عقليا. You can make wise decisions، انت تقدر تعمل wise decisions بمعنى قرارات، wise بمعنى حكيمة. يبقى grow mentally يعني تنضج بشكل عقلي، يعني عقلك يبقى ناضج. decline بمعنى يتدهور. relate بمعنى يربط. define يعرف يحدد، يبقى اكيد لما grow mentally يعني تكون كبير بشكل يعني او ناضج بشكل كبير. smoking has a bad space on your health. smoking التدخين له bad سيء على صحتك. affect ده الفعل نفسه معناها يؤثر وبالتالي ده غلط. effect معناها تأثير ودي الإجابة الصحيحة. password معناها كلمة مرور. advice نصيحة، يبقى التدخين له تأثير سيء على صحتك. you have to stay in space with your family. have to بمعنى يجب انك تفضل ايه مع افراد الاسرة بتاعتك، يبقى تفضل على ايه. upset بمعنى منزعج. touch stay in touch with بمعنى يبقى على تواصل مع، إجابة صحيحة. touch هنا مش معناه يلمس أو اللمس. eating معناها الأكل غلط. fighting معناها حرب أو عراك أو شجار، يبقى أكيد إجابة خطأ، يبقى stay in touch with يبقى على تواصل مع. the Egyptian policemen space us safe. طبعا policemen رجال الشرطة المصريين us safe آمنين. so we always respect them ولذلك احنا دايما بنحترمهم. يبقى دايما give us safe يعطوا لا، المفروض انا عايز اقول لك كده safe معناها امن، يبقى بيحافظ على الامان بتاعنا، يبقى keep، وده طبعا يعني ايه keep safe بمعنى يخلي واحد امن. help يساعد. take ياخذ، فالاربع اختيارات او الثلاث اختيارات التانيين غلط، هنختار بس keep، يبقى keep us safe. 5 عمر and his group wrote space everything they noticed. عمر والمجموعة بتاعته كتبوا ايه كل حاجة هم noticed معنى لاحظوها، يبقى write down بمعنى سجلوا كل حاجة. 6 صلاح space his fame معناها الشهرة. صلاح ايه الشهرة بتاعته when he played in England well، لما لعب في انجلترا كويس.
gain يكتسب، earn يكسب، lost يخسر، won يفوز. أكيد أنا هستبعد كلمة lost دي. طيب gain يكتسب ودي الإجابة الصح. طب ليه بقى يا مستر؟ ما هي earn معنى يكسب. دايما earn دايما بنجيبها الحاجات اللي هي متعلقة بالموني الفلوس. طب كلمة won تصير رقم 2 من كلمة win معناها يفوز. أقول مثلا win a cup، win a medal ميدالية، win elections يفوز بانتخابات. انما كلمة gain بمعنى يكتسب بقى، اقول لك gain بقى مثلا fame شهرة، information معلومات، gain experience خبرة، gain weight مثلا يبقى يزداد في الوزن شوية، gain speed يبقى أسرع، وهكذا. حسن decided to space responsibility for his family. حسن قرر ان هو responsibility المسؤولية عن الأسرة بتاعته. take responsibility، make responsibility، do responsibility، write responsibility. فنقول كده take responsibility بمعنى يتولى المسؤولية. 8. artificial intelligence الذكاء الاصطناعي allows the robot to بيسمح للإنسان الآلي إنه بقى decisions قرارات. do decisions، make decisions، read decisions، put decisions. كلمة decisions قرارات بتاخد كلمة make decisions بمعنى يتخذ قرارات. والفكرة كلها ان دي اسماء معينة بتاخد افعال معينة، يعني ما ينفعش اقول لك do decision او make decisions. 9. great projects المشروعات العملاقة are تكون out in Egypt now في مصر دلوقتي. are carried out، screamed out، done out، played out. أنا عايز أقول المشروعات بتنفذ في مصر الآن، يبقى أنا محتاج حاجة كده مع كلمة out دي كده ينفذ، اللي هي carry out. carry out معناها ينفذ، وطبعا الجملة هنا مبنية للمجهول، يبقى المشروعات بتنفذ. You shouldn't space your time playing games and watching TV. You shouldn't لا يجب عليك وقتك إنك تقعد playing games تلعب ألعاب and watching TV وتتفرج على التلفزيون. save your time أكيد مش هينفع أقول لك لا يجب عليك إنك توفر وقتك. get your time غلط. use يستخدم spend، طبعا spend time بمعنى يقضي وقت في يبقى لعب الألعاب ومشاهدة التلفاز، يبقى spend. طيب السؤال التاني بقى في ورقة الامتحان ده عبارة عن بيجيب كده يعني 5 كلمات، وبيجيب كده فقرة صغيرة وفيها 4 نقط، وطبعا بيقول محتاجين بقى ان احنا نكمل الفقرة بالكلمات دي. عندنا الكلمات بتاعتنا كلمة identity معناها هوية، كلمة good طبعا معناها جيد، كلمة focus بمعنى يركز. عندنا كلمة week دي كده معناها ضعيف، خلي بالك علشان في week تانية اللي هي معناها أسبوع، اللي هي كده week دي كده معناها أسبوع. عندنا كلمة confidence معناها ثقة. طيب نبص كده. My friend ليلى has been on a journey of self-discovery. صديقتي ليلى في journey معناها رحلة ل self-discovery اكتشاف الذات. She learned that هي عرفت أن her true is about who she really is inside. هي اتعلمت ان بقى الحقيقي يكون عن هي مين من الداخل. يبقى اكيد هنا انا اكيد تلقائي محتاج كلمة identity اللي هي معناها الهوية بتاعتها، علشان بتتكلم على على نفسها who she really is inside، يعني هي من الداخل عاملة she now is based on her strength. هي دلوقتي on على strength معناها نقاط القوة، يبقى اكيد هي كده she ده الفاعل، يبقى أنا تلقائي محتاج الفعل، يبقى focus بمعنى تركز. وطبعا she مفرد فالفعل بتاعك آخره اس، يبقى she now focuses on. هي دلوقتي بتركز على نقاط القوة like being a نقط listener، زي بالضبط كده إن هي تكون مستمع and showing kindness وتظهر العطف. يبقى زي ما إن هي تكون يبقى أكيد good listener مستمع جيد and showing kindness وتظهر العطف. Her process has helped her gain more، يعني البروسيس العملية بتاعتها دي ساعدتها ان هي gain تكتسب اكتر، يبقى اكيد confidence اللي هي معناها ثقة. It's amazing to see how she has grown. طبعا من المذهل بقى ان احنا نشوف كده هي نضجت او كبرت بشكل عامل ازاي.